تخيلي يا اختي في الله ان عندك زوج معضل وباد بوي وعنده دراجة نارية، وباد بوي ويعرف يطبخ، وباد بوي ويعاملك زي الأميرة، وباد بوي ويصلي، وباد بوي ويجاهد في سبيل الله، وأهم شيء باد بوي. لو تخيلتي هذا الكلام كله وعجبك، نحب نقول لك ان عقلك مشبع بمعايير غربية تافهة سطحية لا تمثل الواقع بصلة. وطبعا اللي ذكرته سابقا هذا احد اشهر انواع الشباب في الروايات، وفي فيديو اليوم ان شاء الله راح نحكي لكم جميع انواع اصناف شباب الروايات. وهكذا اترككم مع مقطع اليوم. خير شباب، شو حالكم؟ شو اخباركم؟ شو اموركم؟ طيبين ان شاء الله. خلونا نصنف الروايات الموجهه للمراهقات الى قسمين: الروايات الشرقيه والروايات الغربيه. وفي هذه الروايات لازم يكون البطل هو الباد بوي، وكما انه هو العامل المشترك بين الروايات الشرقيه والغربيه، لذلك يوجد باد بوي شرقي وباد بوي غربي. لا في الروايات ما يجبركش انسان كويس صالح يباها بالحلال ويباها بطريقه كويسه، لا لازم يفجر ويحرق الدنيا على الخطر باش تحبها، ولا يحبها بطريقه غلط اصلا. لكن يا تشم كيف عرفت هذه الانواع من الشباب؟ مش ما تقراش في الروايات؟ لاني ببساطه يا عزيزي المشاهد ضحيت بنفسي وعيوني وقدرتي على القراءه في سبيل اني نفهم ليش بعض البنات يحبوا الروايات. وطبعا مستوعب ان مش كل الروايات هيك، الا بعضها اللي موجهه للمراهقات، فايه نعرف. خلينا نتفقوا ان الروايات عبارة عن 90% وهم وخيال كاتب، و10% احيانا يكون واقعي محشي ببهارات. المشكلة وين؟ لما تجيك مراهقة غبية تحسبها ان هذا الخيال ممكن يكون حقيقة، يعني مستعد يحرق امه واهله واهل اهله باش يرضاها هي ويتزوجها ويحبها، وفي نفس الوقت هو مثالي. كيف؟ ما تسألنيش. يحطوا للمراهقات في صورة غير منطقية للشاب المثالي، وجانب الاخلاق ولا في الزبالة. من يهتم للاخلاق لو كان معضل وطوله زوز مترو، خصوصا لو عنده دراجه ولا انت هيك ختمت المثاليه. ولما جيت ناقش مراهق على جانب الاخلاق، اخلاق من يهتم للاخلاق، المهم صايد جوي. سكري فمك يا امراه، والله لو كنت قاعد عايش في العصور الوسطى كنت حرقت هذا النوع وهم احياء زي ما كانوا يديروا. صدقني لو بنتك في المستقبل قريت هذه الروايات او شافت واحد راكب دراجه وكتبت لها تعليق قياساتي، وبالذات لو معاه هذا الايموجي، يا حبيبي نحب نقول لك انت كأب فشلت. جبت انسان، لا مش انسان، عالة على المجتمع جبت. قصدي بالله عليكم متخيلين ان هذه البنت في يوم من الايام راح تكون ام؟ لو قعدت تفكير على نفس الطريقة ولا عالة المجتمع هذه ولا راح تجيب عالات تانيات صغار، والعالات الصغار حيجيبوا عالات اخرات. لكن خلوني اتكلم لكم على اول نوع من الروايات، الروايات الغربية او الروايات التي تظهر الباد بوي الغربي. هذا النوع من الباد بوي صايع، حرفيا صايع. او ماي جاد جوي سكري فم. الروايات الغربية حرفيا عبارة عن قلة أدب. خليني نقرأ لكم مثال. التقى جاكسون بمارثا لأول مرة، ثم قام جاكسون ما نقدرش نقرأ لكم حرف من هذه الرواية إلا اسم الشخصيتين بس. كمان شخصية البطل هذه لازم يكون عندها دراجة نارية وكومبرس شيرت يوري عضلاتها البارزة، وطولها مش أقل من 3 متر، وتحسب روحها بتتزوج العملاق المؤسس. وضيف عليه قداش ما تبي من المثاليات السطحية. وتو نشوف النوع الثاني من الروايات، هو الروايات الشرقية. والباد بوي يكون فيها يا إما كوري اللي هم يكونوا تاي جمين وجان غبوق اللي يكونوا من فرق بطس وغيره، يا إما عربي شهم شجاع باد بويي اللي مستعد يطلع RPG من جر سيارته ويحرق الدنيا على خاطر حبيبته. اما بالنسبه للروايات الكيبوبيه تلقاها كاتبتها فرخه صغيره عمرها من 12 سنه الى 15 سنه، وطبعا تكون لا تعلمت اللغه العربيه مظبوط ولا تربت، لان حرفيا رواياتهم كلها لما قريتها، اوكي ما نكذبش عليكم قريت روايه واحده ما قدرتش نكملها، اما الباقيات قعدت نشوف في الوصف بتاعهم فقط. المهم لما قريت ما استطعت من هذه الروايات حبي اخطاء املائيه واخطاء تربويه. يعني تلقى واحده تقول لك مش ملكي شونغ وأريد أن ألمس عصلات فطنه وأتمنى كان معاي وانت تقرأ حتتعرض للتحرش الكتابي والتلوث اللغوي والرغبة في شق نفسك في ثرية دارك. انتم متخيلين بمعاناة المراهقة اللي هم فيها؟ قاعدة تتخيل في ان شخص كوري عايش معها في نفس الحوش ويحضنها بطريقة غير اخوية وهو ما يدريش على وجودها في الحياة اصلا. شنو الحزن اللي عايشين فيه هو؟ معقولة ناقصك حنان لهذه الدرجة؟ تتخيلي واحد من حاشية الكوكب من الجهة الثانية انه يحضنك؟ يا اخي بري تزوجي، انتي بنت لا ورق حوش لا سيارة
تجارة لا خدمة لا شيء، فقط دوري لعريس الكويس وتزوجيه وعيشي معاه كل هذا الخيال بالحلال. يا ستي انتي صحة وما تقدريش وما زلتي صغيرة، اكتبي خيالك السيء هذا وخلي ذنبك لنفسك، مش تنشريه على الواتباد وباقي المنصات وتبيه ينشهر وتصيعي فرخات في عمرك واصغر منك معاك. اما النوع الاخر من الروايات الشرقية واللي قريتهم غالبا كاتبينهم ليبيين، يا اما مراهقة ليبية يا اما مراهق ليبي. وصدقني لو كنت تقرا في روايات وانت ولد او تكتب فيها، سامحني رخصة الرجولة تسحب منك المفروض. بليش شكلك وانت تكتب في هذه الروايات؟ سارة حضنت فوزي وفوزي قال لها انا نحرق الدنيا على خاطرك، واللي يقربك يا حبيبتي يموت وهو نحرقه هو واهله، حتى لو كان خوف نحرقك معاه اللي انا ما يبينيش. وهي تدلي اوه ماي جاد محلى حبك حبيب. بالله عليك علاش قاعد تكتب فيها وانت راجل؟ لو انت تدير قاعد في هذه الحاجات اعتزل، والله ما زال قدامك الفرصة، اعتزل ولا انت. المهم بالنسبة لهذه الروايات لازم يكون الحبيب هذا هو أسد الغابة، والحبيبة أو البطلة لازم تكون الفتاة الحزينة التي حياتها خشت بعضها، وأسد الغابة البشري هذا لازم يدمر الدنيا كلها على خاطرك، ومستعد يضرب 50 باور ليفتر يتمرنوا ليهم 10 سنوات ضربة واحدة ويطيحهم ال50. ايه عادي يحسوك انه اومني مان. وطبعا هذا كله باش يثبت حبه لها بس. وتبا والف تبا لعيلتي على بعض، تبا لابوي وامي واخوتي واخواتي، ما يهمونيش، المهم رضاك يا اخر من خلق الله. والمراهقات لما يقروا هذا الكلام عاد ولا او ماي جاد شوفوا قديش يحبوا، او ماي جاد مش مصدقه. اختي تعرفي كم في انثى في الكوكب حاليا؟ في لحظة بس حتى انا ما نعرفش الحق، كم عدد النساء على الارض؟ 3 مليار و824 ألف أنثى، يعني بحسبة بسيطة يطلع المتاحات للزواج أكثر من 500 مليون امرأة. لا ما هو أنا غير عنهم. إيه صح، ما هو تعرفي كم واحدة قالت هذه الكلمة؟ أكثر من 500 مليون المتاحات للزواج. لهذا سكري فمك، أنت مش المين كاركتر، أنت مش الشخصية الرئيسية في القصة. أمه وأبوه أهم منك، وأمك وأبوك أهم منه، هذا أمر طبيعي وبسيط جدا. لكن تعرفوا شنو اللي مش بسيط؟ نوع البنات اللي يحبوا المرضى النفسيين والقتل المتسلسلين، يعني تحب اي شخص غير مستقر نفسيا او عاطفيا واحتمال يقتله في اي لحظه، وتجي تقول لك I can fix him. لا يا قوه الحب والصداقه انت يلي طايحه من انمي. قصدي ارجعي للواقع، مش معقوله عندك غباء ومشكله في النواقل العصبيه في دماغك لهذه الدرجه. شنو اللي يخليك تشوفي انسان مريض ويقتل انه جذاب؟ لا بجديات مهما حاولت نفكر يعني ليش المشكله هذا نفسه نوع البنت اللي يقول لها با اي كلمه حتى تبا لك، جاها حاله نفسيه وكيف بابا ما يحبنيش، وهي تحب لك في واحد في رواية بيقتل حبيبته اللي انا يحبها. يعني حتى مفهوم الحب عندكم مضروب، خلايا يقولوا من حرقته وهم يقروا في الوهم. التفكير المنطقي والحس السليم انضرب عندهم. بدت المراهقة او البنت واللي للاسف ممكن تكبر وتقعد معاها هذه الحالة حتى بعد لا تكبر، شوف للراجل اللي بتتزوجه وما تفكرش هل هو حيربي صغاري كويس في المستقبل، هل هو اخلاقه كويسة، هل هو يخاف ربي ويخاف ربي فيه. لا هذا كله ما تشوف الله، تشوف لي معايير سطحية وغبية. هل عنده عضلات؟ هل هو بايكر بوي؟ هل هو باد بوي وصايع؟ حرفيا معاييرهم دت مبنية على متعة لحظية، اشياء ممكن تزول، مش اشياء دائمة زي الاخلاق وغيرها اللي ممكن يربي بها صغارك في المستقبل. ونصيحة لمعشر الرجال، لو شفت اختك او بنتك او زوجتك عندها واتباد في تليفونها، نحب نقول لك انك فشلت عاطفيا كأب او زوج او اخ، لان في هذه الحالة مستحيل تكون تقرا في القرآن من الواتباد، فاهم علي؟ لذلك اعطيهم الحنان الكافي حتى تتخلى عن الحنان الموجود على الشاشات. وهذا كل اللي كان عندنا اليوم. ولأي ومن تحسست من الكلام اللي قلته سابقا مانيش مهتم، يعني صدقيني الكلام اللي قلته ولو انه وجعك فهو حقيقة، وفي النهاية يرجع لمصلحتك. بس بجديات عدلي معاييرك في زوجك المستقبلي، وخلي عندك الحس السليم اللي هو الشخص ممكن تعيشي معاه 60 او 70 سنة لقدام وبيربي لك صغار، مش مجرد فترة حب وتنقطع وخلاص، لانك في النهاية مسلمة وعندك اهل. المهم ما تنسوش الاشتراك واللايك. اشترك وحط لايك، لاني عانيت باش نجيب معلومات على هذا الموضوع، ونفضل اني نتفرج على وثائقي للبطاريق على اني نقرا سطرين من هذه الروايات. ومنورين شباب وشابات.